تعرف اغلى غرامه اتطبقت على شركه من شركات الادويه بسبب الانethيكال بيهيفير كانت كام؟ 10 مليون، 20 مليون، 100 مليون؟ لا، في 2012 شركه جي اس كي اتغرمت 3 مليار دولار. ومش دي الشركه الوحيده، في الاف من الشركات الادويه اللي اتغرمت غرامات زي دي كبيره بسبب الانethيكال بيهيفير. على سبيل المثال شركه جونسون اند جونسون اتغرمت 2.2 مليار دولار. مش بس كده، شركه فايزر في 2009 اتغرمت هي كمان 2.3 او 2.3 مليار دولار برضه بسبب الانethيكال بيهيفير. النهارده هنتكلم معاكم عن ايه الاكتيفيتي اللي ممكن تعملها في كارير ميديكال ريب تكون ايثيكال وبشكل قانوني. اهلا بيك يا صديقي مع احمد عز على قهوه المناديب. والنهارده هنتكلم عن الايثيكال اكتيفيتي اللي بنمارسها في كارير ميديكال ريب مع شركات الادويه. ربنا كرمك، قدمت السي في بتاعك والحمد لله انت راجل جيت هايرد وعديت من الانترفيو وبدات التريننج بتاعك وخلصته على خير وهتنزل الاريا بتاعتك، ولقيت مديرك بيقول لك يلا يا احمد عايزين نعمل اكتيفيتي في التريتوري بتاعتك عشان هي فيكنت من فتره كبيره، محتاجين نعمل انجيجمنت مع الدكاتره ونبدا بقى نتعرف عليهم بشكل اسرع ونبني معاهم ريليشن بشكل اقوى علشان نقدر نطلع بزنس ريزلت تكون قويه. طيب النهارده هنوضح لكم ايه هي انواع الاكتيفيتي. انت راجل لسه جونيور ولسه داخل الكارير جديد وبتلاقي مديرك بيقول لك يلا يا احمد اعمل لي راوند تيبل ديسكشن RTD. ايوه انا اعمل ايه؟ لا طب خلاص اعمل لي جروب ميتنج، اعمل لي اي في اكشن. في اختصارات للناس اللي لسه داخله مجال الدعايه جديد. للاسف بعض المديرين ما بيشرحلكش وما بيفسرلكش دي عباره عن ايه، فاحنا النهارده هنوضحها معاكم بشكل موضح وبسيط. يعني اعمل ايه؟ اول حاجه ممكن نقابلها او مديرنا يطلبها مننا هي الRTD، ويمكن دي اصغر فورمات للميتنج او مقابله مجموعه من الدكاتره. الRTD اختصار عباره عن ايه؟ راوند تيبل ديسكشن. من اسمها بنقعد على ترابيزه واتيفر بقى، كانت دايره، مربع، مستطيل، واتيفر، احنا على ترابيزه مع بعض 4 5. بفتح اللابتوب بتاعي انا اللي بشرح او مديري او حد سينيور معايا موجود في التريتوري بتاعتي. بنشرح لمجموعه من الدكاتره، عددهم كام؟ يعني ما بين 3 4 5 ماكسيمم لحد الخمسه احنا بنسميها RTD او راوند تيبل ديسكشن. طيب نفس الفورمات ده انت اللي بتشرح او السينيور او مديرك لمجموعه من الدكاتره، بس هنكبر العدد شويه وهنخليه مثلا من 10 ل 20 دكتور. احنا هنا بنتكلم على جروب ميتنج، بنسميها جروب ميتنج. بنبقى قاعدين في قاعه خارجيه او بقى قاعدين في قاعه ملحقه بمطعم او ملحقه دي مثلا باوتيل او فندق الشركه اوريدي مستخدماه كفندور او هو موجود عند الشركه ليه فيندور ليست كده، الاماكن المخصصه ليك جوه الشركه علشان تعمل فيها الاكتيفيتي بتاعتك، سواء كانت بقى قلنا مطاعم او كانت فنادق. طيب الجروب ميتنج ده هو بس هتروح تعمله جوه مستشفى. هنا بنسميه AV او بنسميه اوديو فيجوال اكشن. ده عباره عن ايه او يعني اسمه عباره عن ايه؟ ده بنفس الفكره، بتجمع مجموعه من الصيادله او مجموعه من الدكاتره بس جوه القسم او جوه القاعه الخاصه بالمؤتمرات بداخل المستشفى علشان تبدا بقى تشرح لهم او تتكلم معاهم عن الماده الفعاله او المرض اللي انت اوريدي بتبروموت الادويه بتاعتك من خلاله. انذر فورمات للاكتيفيتي دي هو السبيكر ايفنت او السبيكر ميتنج. من اسمه سبيكر ميتنج، انت هنا محتاج الماركتنج تيم او الميديكال تيم وتفر الشخص اللي كان منوط ان هو يتكلم او يكومينيكيت مع الدكتور. بتدور على دكتور في اريتك يكون KOL. يعني ايه KOL؟ Key Opinion Leader. الشخص ده بالبلدي كده او لو هنبسط الكلام بشكل اكتر هو شخص كلمته مسموعه في التريتوري اللي انت فيها او المحافظه اللي انت فيها، ليه فولور. الدكتور غالبا بيكون سنه كبير، بيكون قديم في الشغلانه او في السبيشاليتي دي، بيكون ستاف جامعه، راجل ساينتفك بيست، بيتكلم ماده علميه، بيتكلم ماده فعاله. الراجل دوت ليه فولورز كتيره، وانس ان هو كتب دواء او عطاله تراست في شكل معين بيبدا بقيه الدكاتره لما تشوف الروشته بتاعته تقول ان انا كمان هكتب نفس الدواء ده لان انا خدت تراست ان دكتور فلان واثق فيه، بقى اكيد ده كويس جدا. بتدور على حد بالبروفايل ده، تبدا بقى تروح للدكتور دوت مع الماركتنج تيم والميديكال تيم، بيتكلموا معاه، بيشرحوا له الدواء او بيشرحوا له الماده الفعاله بتاعتكم دي شغاله في ايه، او الدكتور التوبيك اللي هيتكلم عنها هتبقى عباره عن ايه. بيقوم الدكتور في خلال مثلا ساعه ساعتين ماكسيمم بيتكلم قدام الناس على الماده الفعاله والابديتس في الجايد لاين، ويشرح لهم different studies
بيبدا بقى يتكلم معاك في كل التفاصيل اللي تخص المرض والعلاج بتاعه عن طريق الماده الفعاله. تطلع انت بعدها او الماركتير اللي عندك في الشركه او مديرك في 5 دقائق او 10 دقائق بتلينك المحاضره اللي اتقالت دي على الماده الفعاله دي اللي هي موجوده في البرودكت بتاعك، وتقول يا جماعه احنا البرودكت بتاعنا فيه الماده الفعاله دي وبيعمل البنفيتس اللي احنا نقدر نقدمها للمريض 1 2 3 4. ده السبيكر ايفنت. خامس نوع من الاكتيفيتي هو الستاند الون. الستاند الون ده بيبقى عباره عن مؤتمر خاص بالشركه. الشركه بتديك مكان 2 5 في بعض الاوقات، وبعض الشركات انا شفت اصحابي يعني 10 و12 وبيبقى اتوبيس كامل بيطلع من المحافظه بتاعته. تديك عدد معين من الدكاتره بتعزمهم او تديهم انفيتيشن ليتر خاصه بالشركه بتاعتك. الشركه دي هتعمل مؤتمر عباره عن كذا 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 كذا، هتشرح فيه توبكس مختلفه، هنجيب فيها سبيكر ايميننت من بره مصر ومن جوه مصر واشهر ناس في السبيشاليتي دي، وهنكون كلنا متجمعين في الاوتيل الفلاني من فتره مثلا 3 ايام 4 ايام. كل اللي عليك انك بتروح للدكتور تعزمه: دكتور احمد ازيك، عندنا ستاند الون في الشركه جايبين فيه الدكتور اكس وواي وزد، هنتكلم فيها عن التوبكس 1 2 3، محتاجين حضرتك لو وقتك يسمح تكون موجود معانا في الستاند الون ده. كل الدكاتره اللي طالعه في المؤتمر ده بيكونوا من شركتك وخاصين من شركتك بس باختلاف المحافظات. سادس واخر نوع هو الناشونال او الانترناشونال كونفرنس. دي بقى عباره عن ايه؟ لو هتكلم في مصر مثلا فاحنا بنتكلم على مؤتمرات بتتعمل بشكل سنوي وبشكل مستمر لجمعيات مثلا زي جمعيه السكر او مثلا جمعيه القلب او مثلا جمعيه الاي في اف او وات ايفر السبيشاليتي اللي انت شغال فيها. ده البورد بيتجمع وبيعمل مؤتمر سنوي، بيجيب فيه سبيكر من كل المحافظات، بيجيب فيه سبيكر كمان ايميننت من بره مصر، ويبدا ان هو الشركات بتشارك في المؤتمرات دي. طيب الشركه تشارك ازاي؟ الشركه هنا بتشارك بريجستريشن واكوموديشن. عشان الدكتور يحضر المؤتمر ده محتاج يدفع فيز عشان ياخد المعلومات دي، فبتيجي الشركه تقول له انا هدفع لك الفيز دي وهوفر لك كمان اكوموديشن في الفندق الفلاني، وتعالى احضر ال3 ايام دول او ال4 ايام دول، وبتكون حاجه بيور ساينتفك. كده انا خلصت معاك او وضحت لك ايه الاكتيفيتي اللي ممكن تتعمل في الشركات والاختصار بتاعها، عشان لو سمعتها من حد في التيم بتاعك او من مديرك تبقى انت اوير بيها بشكل كويس. ده كان شكل الايثيكال اكتيفيتي اللي القانون بيوافق عليها والايثكس بتوافق عليها. ولكن ايه اللي خلى الشركات اللي احنا قلنا عليها من شويه للاسف دفعت غرامات بالمليارات وسمعتها اتهزت، او ان بعض الناس اللي كانت بتمارس المهنه دي في بعض الدول منعوهم منعا تاما من هم يمارسوا المهنه دي؟ ده بسبب اللي احنا قلنا عليه الان ايثيكال بيهيفير في الاكتيفيتي دي. هندي امثله. اول مثال معانا هي شركه جي اس كي. في 2012 الشركه دي دفعت 3 مليار دولار. عارفين ده بسبب ايه؟ ده كان بسبب ان الشركه قدمت هدايا وممكن نسميها بمسماها رشاوي، وخبوا معلومات عن السيفتي بخصوص دواء اسمه افانديا. ده كان دواء خاص بالسكر او لعلاج مرضى السكر. خبوا معلومات عن السيفتي الخاصه بالدواء ده لعلاج المرضى، وفي نفس الوقت قدموا كمان زي ما قلنا هدايا وجيفتس وحاجات كده خاصه وسوفونيرز للدكاتره علشان بشكل ما يخلي الدكتور ده يكتب البرودكت ده. فبالتالي اتغرموا غرامات كبيره جدا اجريسيف جدا لدرجه ان هي ممكن تكون غطت على ربح الدواء اللي اتباع له. تاني مثال معانا كان مع شركة جونسون اند جونسون في 2013. بعدها بسنة واحدة تقريبا اتغرمت 2.3 مليار دولار. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هما كانوا بيروجوا لدواء اسمه ريسبردال. الدواء ده كان لعلاج الذهان، فكانوا بيقولوا ان هو اتس اوكي انه يستخدم مع الاطفال، يستخدم مع كبار السن. طب ده ليه؟ علشان يزودوا من البول اوف بيشنت اللي يقدر يستفيد من البرودكت، وده معلومات مش حقيقية، وبالتالي اتغرموا بسببها كميات كبيرة من الدولارات. آخر مثال معانا كنا بنتكلم عليه في 2009. شركة فايزر الأمريكية اتغرمت هي كمان 2.3 مليار دولار بسبب ان هي كان عندها نوع من انواع المسكنات اسمه البيكسترا. المسكن ده كانوا بيروجوه ان هو ينفع يتاخد في جرعات عاليه جدا، فبالتالي لما يتاخد في جرعات عاليه البوتل او العلبه هتخلص بشكل اسرع، وبالتالي الشركه تبيع بكميات اكتر.
في نفس الوقت كانوا بيدوا برضو حوافز وهدايا مالية للدكاترة علشان يقدروا ان هم يكتبوا كمية اكبر من الدواء او المسكن بتاعهم ده. كل الممارسات دي كانت حاجات غير اخلاقية، على اساسها وبسببها الشركات دي رغم ان هي نقدر نقول ان هم فطاحل في الشغلانة او ناس كبيرة مالتي ناشونال كومباني، ولكن محدش كبير على الغلط واتغرموا مليارات الدولارات بسببها. هتقول لي بقى يا عم دي الشركه هي اللي اتغرمت، انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها. عايز اقول لك ارجع كده خش اعمل سيرش عن الشركات دي والغرامات دي، موجوده على فكره على كل المواقع وكل ويب سايت على جوجل. هتلاقي ان هي بيقول لك ان الناس اللي شاركت، اي حد شارك سواء كان مدير او حتى في الماركتنج او في الهيد وات ايفر، اي حد كان انفولفد في تقديم الرشاوي دي للدكاتره اتمنع من ممارسه مهنه الدعايه الطبيه في البلد دي. والبلد دي بالمناسبه امريكا. طب هتقول لي يا عمي ده في امريكا وهم هناك بيقننوا الموضوع، واحنا هنا في مصر الدنيا مفيش حد بيعمل اي حاجه ولا حد بيكلم اي حد. صدقني الكلام ده مش حقيقي. في 2017 صدر قانون رقم 206 لتقنين الدعايه الطبيه في مصر، وحط برضه غرامات يمكن مش مغلظه، وبننصح بجد الوزاره والقانون وهيئات القانون ان هي تزود او تغلظ من الغرامات دي. يمكن هم حاطين غرامات اراوند 200,000 500,000 جنيه، وفي بعض الحالات برضه بتوصل للسجن لا قدر الله. ولكن اكون اونست معاك، حتى الان مفيش اي ريبورتد كيس، مفيش اي حاله اتسجلت في الماركت في مصر. ولكن في بعض القنوات اكيد شفنا اعلاناتها كتيره جدا، جو بقى قد كنت اعاني من الصلع الوراثي وبعد استخدامي الدواء الفلاني ده شعري طلع ونبت تاني، او جو اللي هو كنت اعاني من الم في فقرات العظام والايد ومش عارفه ايه وبعد ما خدت الكوركومين بقيت راجل بجري وبقى زي الغزال. طبعا يا جماعه الكلام ده كله غلط والكلام ده كله مش طبي. وبما ان القنوات دي كانت بتعلن عن منتجات هي مش مصرحه من وزاره الصحه، او كانت كمان ممكن لو هي واخده التصريح بتقول انديكيشنز مش حقيقيه، وفي دكاتره ظهروا في الاعلانات دي، كل الناس دي اتغرمت مئات الالاف من الجنيهات بسبب ان هي بتعمل او بتمارس unethical behavior في مجال الدعايه الطبيه. عشان كده يا صديقي نصيحتي ليك خليك حذر وانت بتختار الشركه اللي تشتغل فيها. دور على شركه تكون بتمارس المهنه بشكل ethical، شركه عندها compliance team، عندها ethics، عندها audit بينزل يفتش عليها ويتأكد ان هي بتمارس المهنة بشكل اخلاقي وبشكل مهني ويكون قانوني. اهم حاجة شايفك اللي هتنزل تحت في الكومنتس وتقول اخ مين كنتوا يا دكاترة ويا صيادلة بتتفقوا مع بعض على مصلحة المريض. صدقني الكلام ده مش حقيقي. موضوع الممارسات الغير اخلاقية موجود في كل المجالات. هديك مثال، شركة فولكس فاجن وتويوتا، يعني معلش الكورولا يعني مصر كلها بتسوقها وبتحبها في العربيات، تخيل تغرموا قد ايه؟ فولكس فاجن غرموها 30 مليار دولار وتويوتا غرموها 1.3 مليار دولار. عارف ده بسبب ايه؟ بسبب ان هم خبوا معلومات عن البريكنج او الفرامل. تخيل انت سايق عربيتك وبتدوس فرامل والعربيه ما بتفرملش. تاني مثال معانا هو بنك اتش اس بي سي، اكتشفوا ان هو في المعاملات الماليه بتاعته بيغسل اموال او بيكفر بعض تجار حاجات السيكو سيكو، تقريبا غرموهم حوالي 2 مليار دولار. مش بس اتش اس بي سي، كمان هتبص على بيبسيكو، بيبسي اللي احنا عارفينها، كوكاكولا، عملوا مشاكل في تلويث في المياه الجوفيه وعملوا مشاكل في حاجات تانية كتير. كل الحاجات دي بتبقى ان ايثيكال بيهيفير في المجالات بتاعتهم، بتؤدي الى مشاكل للمستهلكين او ايفن حتى الناس اللي ساكنين في الدول اللي بيعملوا فيها المصانع دي. اخيرا ايا كان المجال اللي انت كنت فيه، مهم قوي انك تحاول تراعي ضميرك، حاول تراعي قيمك واخلاقك في المجال اللي انت فيه او بتمارس فيه المهنه دي ايا كانت ايه. ولو انت يا صديقي كنت زميل لينا في مجال الدعايه الطبيه، خليك عارف الدعايه الطبيه انت بتقول معلومه مسؤوله عن حياه مريض، فلازم تكون اونست وتتاكد من كل معلومه بتقولها لكل دكتور، وتتاكد ان الدواء بتاعك ده فعلا حاجه افكتيف وهيفيد المريض. انا كده خلصت حلقتي النهارده. كان معاكم احمد عز من على قهوه المناديب، واستنونا في حلقات تاني جايه هنتكلم فيها على كل حاجه تخص مجال الدعايه الطبيه او الميديكال ريبريزنتيف.